اهلا بك يا معلم في العصور الوسطى في قاره اوروبا، حيث الناس بيعانوا من الفقر والجهل والمرض بعدين 100 سنه ضوئيه عننا احنا العرب. الناس في الفتره دي كانوا متقسمين الى اغنياء او النبلاء، الفقراء او العمال او الناس اللي بتشتغل يعني في الاراضي الزراعيه وكده. والنظام كان ماشي عباره عن النبلاء دول عندهم اراضي زراعيه بيشغلوا فيهم الفقراء باجور زهيده جدا، ويا دوبك بس موفر لهم مكان يناموا فيه واكل وشرب وخلاص. النظام ده كان بيعرف بالنظام الاقطاعي، اثباتا يعني ان الاغنياء دول بيقتطعوا الفقراء وبيعيشوهم بقى في العيشه ديت. يصحوا كل يوم من الفجر يقعدوا يشتغلوا لحد بالليل، يقلعوا ويزرعوا ويعملوا الحاجات دي ويناموا ويصحوا تاني ويمشوا على النظام ده بقى. والنظام ده فضل ماشي لحد الثوره الصناعيه. دخول الثوره الصناعيه كان عامل زي نزول امريكا في الحرب العالميه الثانيه. بالنسبه يعني لو انت ما تعرفش اللي حصل، فاحنا اتكلمنا عن الموضوع ده في الحلقه بتاعت تشرشل، سلسله شخصيات. هسيب لك يعني السلسله تحت في الديسكربشن، او الفيديو هتلاقيه في الاي هنا. ارجع شوف الفيديو ده هيعجبك قوي. المهم الثوره الصناعيه لما دخلت قلبت الدنيا وكسحت كل حاجه، كل الناس بدات تتجه للصناعه. هنا الثوره الصناعيه مقصود بيها يعني ان الناس سابت الاراضي الزراعيه او العمال وبداوا يشتغلوا في المصانع. وطبعا الاغنياء بدل ما كانوا بقى بيملكوا اراضي زراعيه بداوا يبنوا مصانع ليهم، اي واحد يروح يشتري مصنع ويشغل فيه عمال والدنيا زي الفل. وطبعا نظام المصانع ده بيتطور اكتر، وكل مستثمر او راجل غني يجي يفتح مصنع ويشغل عنده عمال، والحكومه ما بتتدخلش في الموضوع ده خالص. انت يا معلم تعالى افتح مصنعك وشغل الناس عندك واديهم اجور اخر الشهر وبيس قوي كده. مع وجود ناس اغنياء بتفتح شركات، والشركات دي عماله تكبر وتزداد غنى، فكل ما تطلع مصنع او شركه صغيرين يبداوا بقى ان هم يحاولوا يعني المصانع دي تروح تشتريها وتكبر شغلها اكتر، لحد ما بقى في شبه احتكار كده للسوق. في يعني ناس اغنياء معينه بذاتهم هم اللي عندهم المصانع والشركات المعينه، واللي بيشغل عندهم عامه الناس، ويعني ما فيش منافسه موجوده. هو ده باختصار كده قصه صعود الراسماليه اللي تبناها عمك الحاج ادم سميث، واللي بيكلمنا عنه في كتابه ثروه الامم عن مزايا وقواعد النظام الراسمالي، اللي اوله ان الحكومه ما بتتدخلش في السوق، السوق بيمشي نفسه بنفسه، احنا يعني بنديله مصروفه وهو عارف هو بيجيب ايه. السوق ماشي بقانون اسمه قانون العرض والطلب. تعال اضرب لك مثال عشان اوضح لك ايه قانون العرض والطلب ده. لو قلنا ان انت واحد من الناس اللي ربنا كرمهم وعرفوا يسافروا ويحضروا كاس العالم قطر 2022، انت بتتجول كده في ارجاء الدوحه، قابلت وبالصدفه البحته يا محظوظ كابتن محمد ابو تريكه، كان معاك بالحظ تيشيرت النادي الاهلي جابه من مصر معاك برضه، مسكت في ابو تريكه وصورت معاه وعملت معاه فيديو بتغيظ في صاحبك اللي عندكم في البلد، مضالك على تيشيرت النادي الاهلي، ورجعت بعدها مصر. وبعد كده بعد فتره يعني الدنيا زنقت معاك شويه، حبيت ان انت يعني تجيب فلوس عشان تسافر في المصيف مع اصحابك، قلت انت هتبيع التيشيرت، فانت هنا معاك السلعه وهي تيشيرت النادي الاهلي ممضي من كابتن محمد ابو تريكه. فالسلعه اللي انت بتعرضها دي سلعه قليله نادره مش مع اي حد، وبالتالي الطلب عليها هيبقى عالي، ناس كتير هتبقى عايزاها، فاللي هيحصل بشكل تلقائي ان سعرها هيبقى عالي. بدل ما كنا بنشتري تيشيرت النادي الاهلي ب 200 300 400 جنيه، بيعوا انت بقى يا باشا بقى ب 2000 3000 4000 جنيه، ما هو ممضي من ابو تريكه، مش اي حد معاه التيشيرت ده. انما بقى لو قلنا ان انت مواطن عادي معاك تيشيرت النادي الاهلي عادي جدا ممضي من حد ولا حاجه، جيت ان انت تعرضه، اولا السعر اللي انت بتعرضها مع ناس كتير عندها تيشيرت النادي الاهلي، وبالتالي الطلب عليه هيبقى قليل. يعني الناس الواحد اللي ما اشتراش مثلا تيشيرت النادي الاهلي وعايز يشتريه هيجي يشتري منك، بس عشان هو مع كل الناس الطلب عليه هيبقى قليل، وبالتالي انت هتبيعه بسعر قليل اللي هو 200 300 جنيه على حسب يعني. وهو ده باختصار قانون العرض والطلب. كل ما كان العرض للسلعه اللي انت بتعرضها دي قليل، يعني السلعه اللي انت بتعرضها دي نادره قليله مش مع كل الناس، فبالتالي الطلب عليها هيبقى عالي. العرض قليل الطلب عالي، السعر بتاعك هيزيد لان الناس عايزه تشتريه. وكل ما كان العرض للسلعه اللي انت بتعملها عالي مش سلعه نادره مع كل الناس، الطلب عليه هيبقى قليل وبالتالي سعره هيبقى قليل. هو ده اساس الفكر الراسمالي، وده اللي كان بيمشي السوق. اي واحد بيجي يبقى يعرض السلعه بتاعته ويحط السعر اللي هو عايزه، يعني على السلعه اللي هو بيعرضها. انت حر يا معلم بقى، عايز تشتري يا باشا اشتري، مش عايز تشتري انت حر. هو ده اساس النظام الراسمالي، واللي تبنته مين؟ امريكا، من اوائل الناس اللي تبنوا افكار ادم سميث والراسماليه. فبس يا معلم انزل السوق واعمل منتجك وبيع واكسب وابقى مليونير. وده اصلا اللي بنت عليه امريكا الفكره بتاعتها، فكره الامريكان دريم او الحلم الامريكي. بس يا عم يوسف هي دي هي الراسماليه. انا النهارده رجل راسمالي صرف، هي دي اللي احنا هنكسب من وراها، نروح نعمل مشاريع ونبقى اغنياء في ظرف كام سنه. انا عايزك تهدى تستنى، يعني انا حاسس ان عينيك لمعت والدنيا بدات تضحك لك كده، فيعني واحده واحده افهمك الباقي. مبدئيا كده اولا انت محتاج يكون عندك منتج تعرضه اساسا، يعني لازم يكون عندك فكره، والفكره دي تكون نادره الوجود تقدر من وراها تدخل ارباح ومكاسب كبيره عشان تبقى رجل غني وثراء فاحش. يعني تقول لي يا عم يوسف ماشي انا هعمل كده، انا راجل يا عم ذكي وعبقري وهعمل لي مثلا ابلكيشن زي مارك زكربرج فيسبوك مثلا مع بدايه ظهوره
دوره وهخترع علاج لمرض مش موجود. انا يا عم دكتور عبقري، ماشي انا معاك. انت يا باشا عملت العلاج اللي هيعالج الامراض الخطيره اللي عند الناس، هتنزل بالسوق وهتكسب من وراه ملايين. بس انت مش عامل حساب حاجه مهمه جدا، هي الشركات اللي هتيجي عادي جدا تشتري الشركه اللي انت بنيتها او العلاج اللي انت عملته ده، حقوق العلاج اللي انت عملته ده تمتلكه هي عادي جدا وتبيعه في السوق. زي شركه فايزر مثلا، والله كل علاجها بقى ناقص في السوق، يعني الواحد ما بقاش لاقي حاجه خالص. مين قال لك يا عم انا مش هبيع لهم يا عم؟ اصلا يعني انت فاكر ان الشركات الكبيره والعملاقه دي هتسيبك يعني تاكل عيش عادي كده؟ يا باشا هتبيع يا هتتدمر يا هتنزل، لان هو ده النظام الراسمالي. النظام الراسمالي بيدعم الاغنياء صرف. في النظام الراسمالي طول ما انت غني فانت بتزداد غنى، طول ما انت فقير فانت بتزداد فقر. بيبقى في فئه واحده بس في المجتمع اللي هم ال1% دول اللي بيسيطروا على اغلب الشركات الموجوده في المجتمع. هم بيحتكروا السوق، و99% بيحاول كل واحد فيهم انه يبقى واحد من ال1% دول، ولكن الموضوع بيبقى صعب جدا، يكاد يكون مستحيل، لان هم مش هيسمحوا لك ان انت تبقى منهم. النظام الراسمالي بيعجب الاغنياء جدا جدا جدا. تقول لي بس خلاص يا عم يوسف بلاها راسماليه، خلينا في الاشتراكيه. الاشتراكيه حلوه وجميله وما فيهاش اي مشكله. هو الاشتراكيه، خلي الاشتراكيه دي تطلع كده عشان يخش يلاقي الاشتراكيه في وشه على طول. ومن هنا نخش على عمك كارل ماركس. مين كارل ماركس ده يا عم يوسف؟ ده مؤسس الفكر الشيوعي، منه الفكر الاشتراكي. اشرح لك. في سنه 1848 بدا كارل ماركس يدس في عمك ادم سميث اللي هو كان صاحب الراسماليه الاولاني، ويقول له انت يا عم ادم سميث اللي بتدعم الراسماليه برجوازي راسمالي، عايزين تاكلوا السوق لوحدكم ياض ولا ايه؟ الراجل يعني دخل فيه شمال على الاخر. كارل ماركس من الاخر كان فارس الطبقه الكادحه والناس المكحرطه، طبقه العمال اللي بتشتغل في المصانع وبتتعب. هو ده الرجل بتاعهم، واللي بيبني الفكر الشيوعي على اساس واحد، اللي هو ان كل الاملاك اللي موجوده في الدوله هي ملك للحكومه ومتوزعه على كل الناس. يعني الحاجه اللي انا بمتلكها مش ليا، دي الناس غيري، واللي في ايد الناس مش ليهم، ده ليا. وانت ببساطه يا معلم كل اللي هتعمله في المجتمع ان انت هتروح تشتغل وتنتج، والحكومه هتديك خدمات مش هتديك فلوس. يعني ايه يا عم يوسف؟ يعني انت مش هيبقى ليك مرتب في اخر الشهر، هيبقى ليك قدامه خدمات. خدمات زي ايه؟ بيت، تأمين صحي، تعليم، يعني اكله شربه لبسه نومه هدومه حمومه علينا. قلت ايه يا حاج؟ بالتالي كلنا واحد في المجتمع، كلنا طبقه واحده، مفيش بقى اغنياء وفقراء، لا كلنا طبقه واحده. وقبل ما تقول لي حلو يا عم يوسف وجامد وبتاع ويلا بينا على الشيوعيه، حابب اقول لك ان انت كونك مؤيد للشيوعيه فانت ولائك لازما يكون للشيوعيه نفسها. وقصدي هنا على الاديان، ما يبقاش ولائك لاي دين، يبقى ولائك للشيوعيه. يعني ايه يا عم يوسف؟ يعني من الاخر هتبقى ملحد. وبالفعل العلماء الشيوعيين عملوا مجلد اسمه صفر الالحاد كنايه في المسيحيه، وبداوا بقى ينشروا الفكر الشيوعي في اوروبا وفي العالم كله وفي اسيا بقى ودول تانية كتير. طبعا يعني باختصار بقى عشان اوضح لك بقى قصه قيام الشيوعيه وصعودها، فكارل ماركس ده كان راجل الماني ينشر فكره الشيوعي ده في روسيا. وطبعا الناس اللي كانت بتعجب بكلامه جدا هم قطاع العمال. روسيا ساعتها كانت اقطاعيه قيصريه، قيصريه من اللي بيحكم يبقى قيصر، زي مثلا قيصر روما كده، فهي قيصر روسيا مثلا، حاجه زي كده. وكارل ماركس كان بيسمي قطاع العمال دول البروليتاريا او البروليتريين. بص هي هتلاقيها مكتوبه عندك يعني. واحد بقى من الناس اللي كانوا معجبين بكل افكار كارل ماركس ده كان واحد اسمه لينين. قائد الثوره البلشفيه. طبعا. ولينين ده يعني كان هو عمال بقى بيقود الفكر الشيوعي في روسيا وفي الدول كتير يعني، وعمل حزب اسمه حزب البلاشفه اللي عمل ثوره بعد كده اسمها الثوره البلشفيه اللي اسقطت كل اي قيصر في روسيا سقط من بعد الثوره البلشفيه دي. اخرهم نيكولاي الثاني، ده كان اخر واحد فيهم. وانتصرت الثوره البلشفيه واصبحت روسيا من قيصريه الى شيوعيه. الحلو يا عم يوسف ده هو ده الشيوعيه. طب ايه بقى الاشتراكيه دي؟ ما هي الاشتراكيه دي بقى ده التطور بتاع الشيوعيه. يعني بدل ما كان في النظام الشيوعي ان انت مالكش مرتب، احنا قلنا الدوله قايمه على ايه؟ انت بتروح تشتغل وتنتج، الدوله تديك خدمات تعليم بقى واكل وشرب والدنيا دي. لا هيبقى ليك مرتب عادي في اخر الشهر. يعني بتشتغل مثلا من 7 الصبح لحد 2 3 وبتاخد مرتب في اخر الشهر عادي جدا، تصرفه براحتك زي ما انت عايز. بس برضو اللي هو انت بتروح تشتغل والدوله برضو بتديك خدمات وبرضو في فلوس. تقول لي طب ما حلو برضو يا يوسف، يعني بس نلغي حوار الالحاد ده ونخلينا في النظام الاشتراكي، ويعني الدوله تدينا خدمات وفي الاخر برضو مرتب والدنيا شغاله. اقول لك حلو، بس هي فيها مشكله كبيره جدا، وهي من اهم عيوبها قتل الابداع. عيش يعني انا ايه اللي يخليني ابدع وان انا اجيب افكار جديده وان اعمل حلول جديده طالما انا زي غيري رئيس الشركه، زي اي واحد موظف في الشركه، مش هفكر واعمل حاجه تفيد البلد نفسها؟
وانزل بمنتجات جديده، بابليكيشنز جديده، افكار جديده تفيد البلد برضه، في نفس الوقت هتفيدني وهتفيد الدوله. يعني في الاخر كلنا واحد، كلنا زي بعض، احنا النهارده زي بكره زي بعده، مفيش تفرق. تاني حاجه الشيوعيه والاشتراكيه بتزود الديكتاتوريه. يعني اي حاكم لدوله شيوعيه بيبقى ديكتاتور صرف، لازم يبقى كده عشان يسيطر ويطبق نظام الشيوعيه بشكل كامل. يبقى مفيش حد اعلى من حد، كله واحد، هو واحد بس اللي مسيطر على الدوله. ليه يا عم؟ طب هو مفيش يعني غير دي يعني ابيض يا اسود، مفيش حاجه كده في النص ميكس ما بين الاثنين؟ بصراحه العالم في الفتره الحاليه ماشي بميكس كده، كوكتيل على بعض، حاجه كده نظام راس مال اشتراكي. يبقى في قطاع عام بيوفر خدمات، والخدمات دي ببلاش وتقريبا باجور زهيده جدا زي التامين الصحي مثلا، وبرده موجود قطاع خاص تروح تشتغل يا معلم ويبقى مرتب، ويعني ايه كل ما بتتقدم كل ما بتعلى في الفلوس وهكذا، ونظام لذيذ وبيراضي كل الناس اهو. وبس يا معلم، هذا كان فيديو بتاعنا النهارده. طبعا مبدئيا كده مش محتاج اقول لك بقى ان احنا بدأنا سلسلة جديدة فترة طويلة جدا، وانا كنت حابب اتكلم في مواضيع علمية اكتر، نشرح فيها ونوضح مفاهيم كتير، وهي دي السلسلة بتاعتنا اللي اسمها علم علوم. اسم كرييتيف جدا ما جاش على دماغ اي حد. المهم ده يعني دي اولى حلقات السلسلة ديت اللي كنا بنتكلم فيها احد فروع العلوم اللي هو علم الاقتصاد. وبالتالي بقى احنا كده عندنا 3 سلاسل. اول سلسلة هي سلسلة شخصيات اللي من زمان جدا وعملنا فيها فيديوهات كتير، سيب لك لينك البلاي ليست بتاعها تحت، ممكن ترجع تشوفه وتلاقي فيها فيديوهات جامدة جدا. رقم 2 سلسلة تطوير الذات اللي بنتكلم فيها عن مشاكل تخصني انا وانت كشباب عربي مسلم، يعني حاجات في الحياه، يعني هتلاقي برده اللينك بتاعها تحت ممكن ترجع تشوفها. ودي اولى حلقات سلسله علم علوم اللي انت لازم تدعمها بقى بشير لايك سبسكرايب كده، روق علينا الدنيا، تفاعل يا شباب بينقل القناه في حته ثانيه. بس يا معلم اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.